السلام عليكم. معك الدكتورة أبا حسونيا، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض السكري. احنا اليوم متواجدين في مدينة العيون في يوم 14 نوفمبر احتفالا بداء السكري، وكنظموا أول قرية في المغرب اللي هي خاصة بداء السكري. فواحد النموذج اللي مهم. اختيارنا لمدينة العيون كان باش نحتفلوا بالذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء. هاد القرية فاش كتجزأ؟ فهي عندها مسارين. المسار الأول هو خاص بمريض السكري، أو نبدلوا هذه المغالطة ونقولوا الإنسان اللي عايش بالسكر او مالاد بيرسون فيفون افيك لو ديابيت. فهاد الشخص هذا عنده محطات. المحطه الاولى هو كنعبروا له الخزان، كنشوفوا واش عنده توازن السكر او لا. من بعد كيدوز عند طبيب اخصائي السكر، يشوف له العلاج ديالو، شنو المشاكل اللي عنده. من موراها كيشوف طبيب العيون باش يشوف شبكه العين، مهمه بزاف لان اول سبب ديال العمى في العالم هو ان السكر كيقيس العين. موراها كيدوز الخليه او محطه اللي خاصه بالرجل السكريه، فانا كيتقلب باش الا كان عنده مشاكل كيتعالج، ومن بعد كيعطيوه وقايه شنو يدير باش ما يكونش عندنا الله يسر بطر الاطراف لان حتى هي كثيره بزاف. وفي الاخر كاينه محطه اللي مهمه وكنامنوا بها حنايا، هي محطه الدعم النفسي، باش كنحاولوا نشوفوا معاه المشاكل النفسيه اللي هي كتاثر على توازن السكر. في الاخر ديال المسار كاين واحد القسم او محطه اللي فيها تربيه علاجيه، كنجمعوا فيها بزاف ديال الناس وكنوريوهم كيفاش يتعايشوا مع مرض السكري. بالنسبه للمسار الثاني اللي هو مسار موازي، فهذا مفتوح لجميع المواطنين. اي واحد بغى يعرف فيه السكر يجي عندنا مرحبا به، لان 50% ديال الناس هادو معطيات علميه، 50% ديال الناس فيهم السكر وما عارفينوش، دونك حتى كنكتشفوهم في وقت المضاعفات. فما بقيناش قابلين وحنا كجمعيه وكاطباء اخصائيين ان يكون داكشي باقي في بلادنا. فهنا كيجي الانسان كيعبر السكر، لقينا فيه السكر كيرجع للمسار اللي فيه خاص بمريض السكري، وإلا ما فيش سكر كيكمل المسار ديالو، كيشوف طبيب عام، كيشوف الا عنده مشاكل صحيه لان جا عندنا، فنحاولوا نكونوا كاملين وشاملين. من بعد كيدوز المحطه اللي هي محطه تحسيسيه، كيفاش يوقي راسو انه ما يجيش مرض السكر. وهذا هو ان شاء الله حنا هنا اليوم كامل ان شاء الله. هذا النموذج القريه اللي هو الاول في المغرب غنحاولوا نعمموه على جميع مدن المملكه ان شاء الله. السلام عليكم. أنا دكتورة علا الرفاعي، المدير العام لشركة نوفو نوردسك في المغرب، وبيسرنا وبشرفنا أنكم تكونوا اليوم معنا في قرية السكر في إطلاقها الأول، اللي هي تعاون مع الجمعية المغربية لمرضى السكري والجهات الصحية في الولاية. واليوم الهدف هو عبارة عن نشاط توعوي عن مرض السكر، كمان في مجالات للمرضى أنهم يجوا يكشفوا ويعملوا فحوصات مخبرية للفحص عن مرض السكري. مرض السكر هو مرض مزمن، وأهم إشي فيه هو الكشف المبكر، وهذا جزء من الكوميتمنت والالتزام اللي لدينا مع المجتمع المحلي. ونتمنى منكم المشاركة الفاعلة، ويتمنى أنه نعيد هذا المحفل بأيام أخرى. شكرا جزيلا. دكتورة غنيمي يسرى، اختصاصية في أمراض السكري والغدد، أستاذة جامعية في كلية الطب والصيدلة العيون. احنا هذا النهار درنا اليوم العالمي لداء السكري، كما هو يوم عالمي يعني كاع العالم كيحتفل بداء السكري. المشكل في داء السكري هو مرض صامت، يعني مرض اللي ما كنحسوش به، ومرض اللي ما كنكتشفوه في اغلب الاوقات حتى كيكونوا في نطاق المضاعفات. ومشكل اخر هو المرض السكري خصوصا في المجتمع ديالنا، هو مرض اللي بغينا نقولوا محقور، كنبسطوه بواحد الشكل اللي هو كبير، وهو تيعطينا بزاف د المضاعفات. حنا الحمد لله دابا في هذه القريه تجمعوا لنا بزاف ديال الاختصاصات في نفس الوقت، يعني المريض يقدر يستافد في نفس الوقت من عده زيارات، من عده فحوصات. داكشي علاش ضروري ومؤكد اي نورمالمون اي سين اي اعراض خصنا نفكروا في مرض السكري، وتكون عندنا الوقايه ويكون عندنا الكشف المبكر. هذا هو اللي كيضمن لنا العيش الصحيح وبدون مضاعفات عند مريض السكر. للمزيد من الأخبار الدولية والوطنية لا تنسوا متابعتنا على الموقع الإخباري لو 68.net.